عارف ازاي تغير الظروف الصعبة اللي في حياتك؟ ستيفن كوفي في كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية قال لنا إن في نوعين من الظروف بتواجهنا في حياتنا. أول حاجة ظروف ما نقدرش نغيرها زي الموت، المرض، الفقد بأنواعه، ودي معلش مش هنقدر نعمل فيها حاجة. وفي ظروف تانية هنقدر نغيرها بس بشوية مجهود. والعادة الأولى للناس الناجحة إنها بتقدر تغير الظروف اللي ممكن تغيرها، بس الشرط إنه يكون مبادر، يعني ما بيستناش تحصل حاجة تجبره انه يغير الظروف. لا، هو من نفسه لو عنده ظروف مش عاجباه في حياته او مسببه له ضغط او منعاه ان هو يتطور او حتى مش مخلياه مرتاح وسعيد، بيبادر انه يغيرها. لان انت لو استنيت ان في حاجة تحصل عشان تجبرك انك تغير ظروفك، ده مش نجاح، ده استجابة ومجاراة للاحداث. والله مش عاجبك ان انت معكش فلوس وان حياتنا بقت غالية، صح، دي ظروف، بس بايدك انت تكون مبادر وتغيرها. تشتغل شغلانة زيادة، تشتغل اوفر تايم في شغلك، يا سيدي ادخل على اليوتيوب واكتب ازاي اكسب فلوس من البيت، هتنبهر. ولا حتى لو انت مش متعلم تعليم كويس، فعلا دي ظروفك ما كانش ينفع وقتها، بس بدل ما تقعد تبكي على الظروف اللي حطيتك في الاوضاع دي، خد كورسات، اتعلم لغة جديدة، اتعلم لك مهارة على الكمبيوتر، والانترنت مليان كورسات ببلاش. معلش هتتعب شوية. من الاخر، غير ظروفك وكن مبادر وانت تبقى اكثر فاعلية. ولا ايه رأيكم؟